يوم جديد وفقرة إبداع. أنا بقول دايما في كل يوم جديد بنلاقي جيل جديد، فكر جديد، لابد إن هو نديله الفرصة لأنه بيحاول يبدع في إطار شيء جديد حوالين شعر، مسرح، كتابة، فيلم روائي قصير أو حتى صورة. لما أنا أديله فرصة يبقى إذن هو بيواجه أصعب اختيار بالنسبة له في تاريخ حياته. طبعا إحنا ملاحظين إن دايما بيكون في لحظات كل مبدع كلنا بيبقى فيه يعني بيبقى جوانا ناحية إبداعية بنلاقي فيه إن هو بيخاف. يا ترى هل هينجح؟ هل في حد هيسمعه؟ يا ترى لو ما سمعهوش حتى يعني من قبل الرأي الآخر أو الطرف المقابل هل هيحبط؟ هنشوف الكلام ده مع الجيل الجديد والمفكرين الجديد في الإطار الأدبي الإبداعي. معنا ومعاكم في فقرة إبداع الأساتذة الأفاضل الأستاذ محمود كرم، أهلا بحضرتك. والأستاذ شروق إلهامي، أهلا بيكي. أحب أنوه أن هما موهبتين صحفيتين من المواهب الشابة المبدعة بحق وإنما في الإطار الأدبي. وأحب برضو أن أنا أشير لمشاهدينا الكرام أن كتير قوي ممكن يعتقدوا أن الإطار الأدبي بيخص بالذكر في الإطار الاجتماعي فقط فيما يتعلق بالناحية الرومانسية العاطفية، وإنما بالعكس الأدب هو مرآة المجتمع في كافة الأصعدة وفي كافة مناحي ومجالات الحياة. بداية أنا عايزاكم كل ضيف يعني كل واحد منكم يقدم نفسه أكتر للجمهور. أنا اسمي محمود كرم، بحب الكتابة، وده يعني أول حاجة أحب أعرف بها لنفسي إن أنا بحب الكلمة وأحب إنها توصل للناس. ودراستي القانون، مهنتي المحاماة، وكنت أتمنى طبعا إن أنا أبقى واخد المهنة في الكتابة، ولكن الحمد لله رب العالمين كل شيء بأوان. وبشكر طبعا كل اللي ساعدوني ان كلمتي توصل، وطبعا اهم حاجة الناس اللي فعلا شجعوني وادوني فرصة ان يعني ابقى موجود وسطهم في كتاباتهم، ومنها المشروع اللي احنا موجودين بسببه النهارده هنا. تقدم لنا برضو نفسك حبيبتي. أنا شروق إلهامي، كاتبة لسه في بداية الطريق. صدر لي الحمد لله مجموعة قصصية وديوان شعر. بحب الكتابة من صغري وبتمنى مستقبلا إن شاء الله أبقى زي نجيب محفوظ. لما شفت المسابقة دي كان عاجبني موضوع ان انا اكون مع مجموعة، على عكس قبل كده لما كنت بصدر كتب لوحدي. فالمرة دي اختلاف الآراء هو اللي خلاني نتجمع عشان نسمع بعض، نسمع كل واحد بيقول ايه، نسمع افكارنا نجمعها كلها في حاجة واحدة. فكان دوت اللي شجعني ان انا ادخل المسابقة دي. دايما بيسبق القرار فكر وتفكير وحسن التخطيط حتى أصل ما أصل إليه من قبل إن أنا اتخاذ القرار السليم. إمتى قررت إنك أنت تدخل في مجال الأدب والصحافة؟ جوايا دايما كان في إحساس بأن عندي حاجة عايز أقولها للناس. الحاجة دي كانت دايما بتخليني دايما مش مستريح غير لما تطلع. كنت الأول بكتب حاجة واركنها على جنب، يعني بكتب لنفسي والورقة اركنها على جنب بعد كده، إلى أن ظهر النت وظهرت التكنولوجيا، فابتديت أتفاعل مع الآخرين، ودي كانت نقطة الانطلاقة الحقيقية بالنسبة لي اللي فيها بحس بتأثير كلمتي على الناس. شفت قد إيه ممكن مريض يخف لما يقرأ كلمة كويسة بكتبها، ممكن مشكلة تتحل. حسيت قد إيه ردود الفعل بتبقى جميلة جدا مع التعليقات اللي بلاقيها، الكومنتات اللي على موضوعاتي. ابتدت تتصاعد التجربة شوية بشوية إلى أن ابتديت أراسل الجرايد، يعني بدأت تتطور وتتنامى أكثر من تفاعل الناس معايا. ودي أجمل حاجة، إن الكاتب يحس بتفاعل القراء معاه، مش يتفاعلوا بينهم وبين نفسهم من غير ما يحسسوا بالكاتب إيه تأثير كلمته. في بعض الناس كانت بتسيب مثلا كلمة من المقالة فبعرف فين مواطن القوة بتاعتي. في ناس كانت بتكتب رد فعلها، منها ببتدي أشوف فكرة جديدة أكتبها من رد الفعل، أقول لهم لا يا جماعة أنتوا فهمتوا الموضوع بشكل غلط، نبتدي نتناقش في الفكرة الصح.
لحد ما ابتديت اراسل الجرايد، ابتديت اراسل جرايد كتيره، ابتدت التجربه تعلى اكتر واكتر لحد ما بقى كل اسبوع يتنشر لي حاجه. فابتدى الناس تنتظر، ابتدت الناس تعرف، طبعا على محيط القراء بتوعي مش على مستوى العام. نعم. لحد ما الحمد لله رب العالمين اتعرفت على مستوى الناس الافاضل اللي عملوا المسابقه ديت. فقالوا لي مرحبا بك، انت ممكن تبقى معانا في الكتاب. والحقيقه يعني بنتهز الفرصه وبشكر جدا مجله نجوم الغلاف لرعايتها لمجله مواهب ادبيه، اللي هي دلوقتي المفروض ان انا فزت فيها، وهتنزل لي مقاله اسمها لحظاتك اختيارك. وبجد انا بشكرهم جدا لان خطواتك لحظاتك اختيارك مهم جدا اختيارك. وبجد حاسس ان انا بستعيد روح الثوره، لان فعلا زي ما قالت زميلتي انه فعلا احساس جميل قوي ان زمايلي كلهم متجمعين معايا. يعني انا لما كنت بقرا اسمي في بريد القراء بفرح قوي لما الاقي حد زميلي كان بيتكلم معايا في موضوع امبارح الاقي اسمه النهارده في نفس الموضوع. احساس جميل ان انا اكتب في موضوع والاقي زميلي بيكتب في موضوع مشابه، بنعمل مع بعض تيار واتجاه، مش بنعمل حاله فرديه. فدي احساس لأن الأوان بقى التيار الفردي وأحادي الاتجاه والتوجه الواحد فقط لا غير الدكتاتوري. لا، لابد بقى هي دي الممارسة الديمقراطية بحق. ان يبقى في توحد جماعي، ده يفرق كتير في الفكر والمنهجية. وهو ده العمل فعلا الفرق في المشروع الأدبي ده. نعم. وفعلا يعني بشكر كل القائمين على هذا المشروع. أكيد زي ما أنا أشرت منذ قليل أن التخطيط وحسن التخطيط والتفكير مقدما لتحقيق الأهداف ده مهم جدا. خطتكم إيه لمستقبلكم طبعا الصحفي وفي الإطار الأدبي زي ما أنا قلت؟ بصي انا هقول لحضرتك حاجه، هو حاليا وفقا لظروف البلد مفيش اي حاجه متوقعه. احنا عندنا امال لكن الواقع لسه ما حددش اذا كانت الامال ديت قادره على التحقيق ولا لا. فعلشان كده بنحاول ان احنا في كل اتجاه يبقى متاح قدامنا بشكل اكيد مقدر، لان ربنا هو اللي بيدلنا. بنحط ايدينا فيه، بنشارك فيه ونحط كلمتنا وقلمنا فيه، سواء كنا على الانترنت بننشر مقالاتنا، سواء قدرنا نوصل لأي مؤسسة صحفية، ننزل كتب. الاتجاه الثقافي هو اللي ممكن يعيد للدولة قيمتها الثقافية ما بين الدول. فعلشان كده لازم ما نسيبش فرصة ايا يكن قلتها صغرها، لازم ان احنا نحط لمستنا عليها. أكيد الثقافة مهمة جدا جدا. الثقافة مش مرتبطة ارتباط وثيق الصلة بالتعليم، وإنما الثقافة بتكون في كافة كل الأصعدة. يعني أعرف شيء عن كل شيء، يعني ليس شرطا كل شيء عن شيء، وهو ده مفهوم التعليم، لكن هو شيء عن كل شيء. طبعا أنا بحب برضو قبلما أن نستكمل حوارنا مع ضيوفنا الأجلاء إن أنا أرفع شعار من برنامجكم مشاهدينا يوم جديد مع جيل جديد وفكر جديد إن شاء الله، لا للإحباط. أنا برفع شعار لا للإحباط، وبقول لكل حد إن هو بيحاول يحبطنا أو بيحاول مجرد إن ما يدينيش فرصة إن هو إن يسمعني كويس، أو إن هو مجرد بيحلم إن هو يحبطنا، أقول له لأ، مهما تعمل مش هستسلم، وإنتوا كمان مش هتستسلموا. ولا إيه رأيكم؟ مظبوط. طيب ما دام قلنا إن لا للإحباط، يبقى إنتوا إزاي تعرفتوا على جريدة نجوم الغلاف؟ الموضوع زي ما قلت لحضرتك على الانترنت. احنا مؤخرا عرفنا الجروب بتاع المجله، لكن البدايه كانت مسابقه ادبيه، مجله ادبيه هتصدر برعايه مكتبه مدبولي ومجله نجوم الغلاف لاستاذ احمد امين، وفتحه ابوابها لكل المواهب ان هي تقدم فيها، وهم هيقيموا اعمالنا، واذا فزنا هتنزل المجله ورقيه لجمهور الناس اللي ما بتبعدش على الانترنت. فلقيناها فرصه حلوه ان احنا نعرف ناس تانيين علينا، لان احنا برضو العالم بتاعنا محدود شويه على يعني توسعوا دائره المعرفه
لان كتير من كبار السن او من اهالينا او كده ما بيقعدوش على النت يقلبوا في الكلام نعم. والمقالات والكلام دوت، لانه بيبقى مرهق على اعباء يومهم. طبعا. لكن طبيعي ان الصبح بيبقى ماسكين جريده يتسلوا فيها. حتى كمان يعني طبعا مع احترامنا الشديد طبعا لابائنا الكرام، تلاقي لغه التكنولوجيا الحديثه مش الكل يعني قدروا يعني يلحقوا ان هم يتداركوا الموقف صح. في عالم التكنولوجيا الحديثه. طيب الدراسه يعني مش احيانا، يعني في ناس تقول لك احيانا وفي ناس تقول لا ده دائما وابدا او غالبا بتكون لها علاقه بتنميه وتطوير قدراتك الخاصه فيما يتعلق بمهنتك اللي بتمارسها. هل الدراسه الخاصه بيكوا فرقت معاكوا كتير ولا دي نقره ودي نقره؟ بالنسبه لي انا لا، فرقت كتير جدا طبعا. هو انا بتناول اي موضوع. انت متخرج تقريبا، هو حقوق. خريج كليه الحقوق. ايوه. بتناول اي فكره من منطلق بسال نفسي سؤال: الفكره دي صح ولا غلط؟ يا ترى صح ليه وغلط ليه؟ دراسه القانون علمتني ان ابتدي اوزن الفكره بطريقه فيها حياديه شويه، فيها عدل. طبعا لما اجي اتناول اي فكره ما بتناولهاش بشكل عاطفي قد ما بتناولها بشكل كاني قاضي. نعم. فده بيخلي فيه مصداقيه اكبر في تناولي لاي موضوع بكتبه. وده طبعا بدين فيه للفضل الدراسه اللي علمتني ازاي اكون محايد في وقت ممكن يكون كل الوقت يعني كل الظروف اللي حواليا بتقول ان انا ممكن اكون عاطفي. لا، ببقى محايد وبتطلع الكلمه مختلفه فعلا. وده الفضل لكليه الحقوق والقانون وكده. بالنسبه لك بقى شروق؟ انا بالنسبه لي كنت عارفه من صغري ان اتجاهي ادبي، فحبيت ان انا تبقى دراستي مكمل لحلمي. دخلت درست صحافه لان الصحافه قلم، وانا موهبتي كلها قلم. والصحافه كمان بتعرفني على اجواء جديده، على اماكن جديده. كل ديت ممكن استخدمها في قصصي واشعاري. فاهتميت فعلا ان انا اقوي اللغه كمان بالدراسه. لو هتكتبوا كتاب عن انتخابات الرئاسه، وخاصة اللي حصل لينا كلنا وتعايشنا معاه سنة أولى انتخابات، وإنما انتخابات ديمقراطية مدنية بحق، وهتكتبوا كتاب بقى عن ذلك كله، يا ترى كل واحد يعني أكيد هيتناولوا من رؤيته الخاصة، هتقولوا إيه فيما يتعلق بالانتخابات؟ إزاي شكلها؟ أنا كتبت فعلا على رغبتي في الرئيس المفروض. يعني بالفعل كتبت مقدما عن مش مقدما، هو السؤال كان مطروح بقاله سنة ونص. يعني هو احنا دلوقتي في بعد الثورة، بعد اندلاع الثورة. بعد اندلاع الثورة السؤال كان مطروح، النقاش كان مطروح بشدة عن شكل الدستور وشكل الرئيس. وهو صحيح احنا دلوقتي في الأوقات التنفيذية. قولها لنا كده سريعا. طيب حاضر. عنوانها رئيس شاطر ودستور أمور. نفسي في رئيس شاطر ودستور أمور، لما أراه أبقى فخور. مش وقت الجد ألبس في السور، يوازن بين السلطات ويحقق كل الطموحات. والاقتصاد قوي يأسس، مفهوش إعانة بطالة وأنا لسه مفلس. ومجلس شعبي يبان، أعضاؤه يبقوا جدعان، ضد الفساد يقفوا دبان. والرئيس يخوف الظالم ومع المظلوم إنسان، عارف إزاي يوصلنا للأمان من غير ما نفقد عزتنا ونحس بخذلان. رئيس يحقق عروبتنا، ألقاه في شارعنا وفي بيتنا، من غير جواسيس أقول له على أخباري. يحافظ على كرامتي قدام عيالي، ما حسش معاه إني شحات محتاج للدعم، ولا يصبرني بكلام يشيلني الهم. يعاملني على إني ليا اعتبار، مش جاهل ولا غبي ولا بلاش. لو مش فاهم يفهمني، لو مش عارف يجي يسألني، أقول له على اللي جوايا من غير ما خاف. لو بلدنا معاه مزنوقة، مستعد أتعشى بعيش حاف، وافرش جورنال على الأرض ويبقى الحاف. بس ما يبقاش ده حالي وهو يتصرف بإسراف، يعيش بالأصول والأعراف. أحس إن بيته شبه بيتنا، وبعد ما يخلص فترته يطلع شريف ويرجع يسكن في حارتنا، ويسلم عليا بتواضع ويفكرني بحدوتتنا، ويقول لي فاكر لما وتعلى ضحكتنا. والقاه يحمد ربنا إنه عاش على قد ما عاش، لكنه بالحلال طلع معاش. أهم حاجة الحلال هو اللي بيدوم لينا جميعا.
ان شاء الله الايام اللي جايه تكون على خير باذن الله. ان شاء الله. عايزه تقولي حاجه شروق قبل ما خلاص هنختم فقره ابداع، الفقره الابداعيه؟ الفقره الابداعيه انا بس كنت حبيت ان انا لو هكتب عن الانتخابات مش هكتب عنها دلوقتي، هكتب عنها بعد 5 سنين، واعمل مقارنه ما بين سنه اولى انتخابات وفيما بعد ما اتعلمنا ازاي ننتخب. هتفرق كتير، هتفرق كتير. صح. وهقول فيها رساله ان النقد اللي احنا بنسمعه دلوقتي على الانتخابات وده اللي انتوا كنتوا عايزينه والكلام ده كله كان قبل اوانه، كان لازم تصبروا شويه لغايه لما الشعب يعرف قيمه صوته. فعلا الصوت أمانة، والصوت ليه قيمة غالية كبيرة جدا، ولكن مش عايزين بقى نقول بعد فوات الأوان، ولا أعتقد إن احنا بدأنا ندرك الأمر ومدى أهميته، وفرق معانا في الفترات الأخيرة وفي سنة أولى انتخابات، وهتفرق معانا طبعا في الفترات القادمة. أنا بتوجه بكل التقدير والشكر للسيد الأستاذ محمود كرم، شكرا ليك. وأيضا بتوجه بكل التقدير والشكر للأستاذة الشابة الصحفية شروق إلهامي، شكرا ليك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي يوم جديد، دلوقتي آن الأوان معانا نطلع فاصل أجندة البرنامج اللي احنا بنحاول فيها دايما